السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم، عاملين ايه؟ جاي لكم النهارده بقى بفيديو جديد، فيديو روتين بس فيه افكار حلوة ان شاء الله تستفيدي منها. بما ان الجو حر كده زي ما احنا شايفين، فانا بحب انزل السوق الصبح بدري الساعة 8 الساعة 9 عشان الاقي كده الخضار والفاكهة طازة وفريش كده زي ما هوريهم لك دلوقتي. احلى وقت تنزلي فيه السوق هو الساعة 8 الساعة 9 الصبح. تجيب الخضار والفاكهة هما نازلين لسه من على العربية. طبعا جبت كده شوية مشمش وعنب. انا بحب اغسل الفاكهة واحطها في التلاجة للولاد بحيث ان هم ياكلوها ساقعة او باردة، يعني ترطب على قلبهم كده في الجو ده. طيب انا دلوقتي كنت في السوق لقيت قدامي بامية حلوة وطازة، وانا دلوقتي مش محتاجة اطبخ بامية او لسه كنا طبخينها ومش عاوزين. انا بعمل ايه كده؟ بجيب وبفرزها. نفس الطريقة، البامية الفاصوليا البسلة الحاجات دي. بس عايزة اقولك حاجة، ما تجيبيش خضار وتركنيه في التلاجة على الرف كتير، اسبوع 10 ايام لحد ما يدبل ويبوظ وما يبقاش حلو. لا، انا بجيب الخضار مثلا، بنزل الاسبوع مثلا مرة في الاسبوع السوق، فبجيب كمية الخضار. اي خضار حلو بلاقيه قدامي بجيبه وبفرزه وبستخدمه بقى في اي وقت انا عايزاه. انما ما تسيبوش على رف التلاجة يدبل ويبوظ ويبقى وحش، لا. انا لقيت البامية حلوة قدامي فاشتريت بامية وهفرزها معاكم دلوقتي. فكرة التفريز دي تنفع مع كيلو بامية، مع 10 كيلو بامية. طبعا هو لسه الناس ما فرزتش بامية يعني، بس انا بديكي فكرة ممكن تستفيدي منها. انتي هاتي البامية، نقيها خضرة كده ومزهزهة ومنعنعة كده ولونها فاتح وحجم متوسط زي ما وريتها لك كده. هقولك هتشتري البامية ازاي. انا بحب اجيب البامية لحجم متوسط، وبحبها يكون لونها فاتح كده اخضر ومزهزه كده بالشكل ده. عايزه تجيبيها حجم صغير قوي هاتيها حجم صغير، ايه اللي يريحك. بس انا بحب البامية الفلاحي وتكون طازه كده وشكلها تحفه، يعني تحس ان هي شكلها جميل اصلا. فبجيبها غسلتها الاول. طبعا لو في واحده وحشه زي دي كده بتتخلصي منها خالص. ما كانش فيها غير واحده بس اللي هي مش حلوه. هو الباميه طبعا غاليه وده مش وقت تفريزها، الباميه ب40 جنيه. بس انا بجيب مثلا كيلو ونص 2 كيلو وبعبيهم في الفريزر، بفرزهم وبعبيهم في الفريزر في اي وقت بحتاج منهم بطلع منهم وبستخدم على الحل على طول. انما ما تسيبيهاش في التلاجة على الرف كتير. انا غسلتها كويس جدا في المصفى قبل ما اعمل فيها اي حاجه، غسلتها في المصفى وسبتها نص ساعه تتصفى، وبعدين قمعتها بالشكل اللي وريتهولك ده. بتقمعيها من فوق ومن تحت بالشكل ده. لو لقيتي كام واحده حجم كبير كده زي ما الست كملت لي بيهم الميزان، اقسميها نصين. بعد الخطوة دي خلاص انا خلصتها، قمعتها كلها وجهزتها. ماشي. هي كده جاهزة معايا على السلق. هو مش سلق سلق يعني، هو غلوة. فكرة انك تحطي الخضار في الفريزر من غير سلق دي فكرة ما عجبتنيش خالص. انا جربتها مرة وما عجبتنيش بصراحة خالص. فرجعت لطريقتي القديمة اللي انا معتمداها. مية بتغلي نزلت عليها معلقة صغيرة سكر وعصرة ليمونة كبيرة. هنزل بالبامية على المية وهي بتغلي. طبعا اول ما الباميه تنزل على الميه هتحسي ان درجه حراره الميه قلت، فانت هتستني عليها. اول ما تبتدي تغلي وتبقبق كده وتقلب بالشكل ده هتروحي مقلباها. لازم كلها تاخد من حراره الميه او من سخونه الميه. بصي هي هتقلب اهي بقى. بروح جايه خلاص شايلاها من على النار، رافعاها من على النار، منزلاها في مصفى. مثلا يكون تحت المصفى حله او في الحوض بالشكل ده، طبعا الحوض زي الفل. ونزلت ايه على المصفى ايه بالباميه. في الوقت ده هنزل عليها بميه تكون ساقعه من الحنفيه او ميه من التلاجة. ليه بقى؟ عشان ما تكملش سوا وعلشان تفضل محافظه على لونها، لونها ما يغمقش. بعد الطريقه دي هسيبها ساعه. بعد ما عملتها كده هسيبها ساعه تنزل اي ميه فيها. وبعد كده في علبه بقى محكمه الغلق، علبه تلاجة او اكياس تلاجة، وعلى الفريزر اطلع منها من الفريزر على الحله مباشره. هتاكلي احلى باميه. في اليوم ده كنت مستعجله ومتاخره، ما لقيتش احسن من ان انا اعمل مكرونه بالكبد والقوانص.